ابني حبيبي، مهما كان اللي بيحصل في حياتك ومهما كان لسه هيحصل، ما تقلقش. أنا شايف وعارف كل حاجة بتمر بيها. شايف تعبك وعارف اللي جوه قلبك. عارف الحاجات اللي مش قادر تحكيها لحد. أنا اللي بسهر عليك، مش بنام عنك. وجودي معاك مش مرتبط بسهولة الأيام. أنا معاك في وقت الفرح، ومعاك كمان في وقت الضيقة. لما تحس إنك مش قادر تكمل، ارفع قلبك ليا وقول: يا رب اسندني. وهتلاقيني بسندك وبديك قوة تكمل بيها. يمكن القوة ما تظهرش بالطريقة اللي انت مستنيها، لكن انا قادر اقوي قلبك واخليك تعدي اصعب وقت. انا قلت في كلمتي: اما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون اجنحة النسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عشان كده ما تعتمدش على قوتك لوحدك، استناني وتمسك بيا. هتلاقيني بجدد قوتك كل يوم. لما تختار تمشي معايا، مش معناه ان الطريق هيكون من غير تعب، لكن معناه انك مش هتمشي لوحدك. خليك تشوف تفاصيل حياتك، وهعلمك تثق فيا حتى في الوقت اللي مش فاهم فيه اللي بيحصل. يمكن انت مستني طلبة من زمان وبتقول: يا رب امتى؟ انا سامعك، ولا صلاة قلتها راحت، ولا دمعة نزلت منك كانت بعيدة عني. أنا عارف طلبتك وعارف ليه قلبك متعلق بيها. ولو الاستجابة اتأخرت، ما تفتكرش إن رفضتك أو نسيتك. ممكن أكون برتب لك حاجة أحسن من اللي طلبتها، وممكن أكون بجهز لك الاستجابة في الوقت اللي يكون فيه الخير كامل ليك. أنا مش بتأخر، أنا بعرف إمتى أديك الحاجة اللي أنت محتاجها. عشان كده أصبر. الصبر مش معناه إنك تستسلم، لكن معناه إنك تثق فيا وإنت مستني. وما تزعلش على حاجة خرجت من حياتك. ممكن تكون لحد دلوقتي بتسأل ليه الحاجة دي راحت، وليه الباب ده اتقفل. لكن أنا شايف اللي انت مش شايفه. لو الحاجة دي كانت خير حقيقي ليك، ما كنتش سمحت انها تخرج منك. أنا أوقات ببعد عنك حاجة لأني عارف إنها مش مناسبة ليك، حتى لو انت دلوقتي مش قادر تفهم السبب. ما تتمسكش بحاجة أنا سمحت إنها تروح. أنا عندي ليك حاجة تناسبك أكتر، حاجة تريح قلبك وحاجة تخليك بعد وقت تقول: دلوقتي فهمت ليه ربنا سمح ان ده يحصل. فاطمن، ما تشيلش الهم لوحدك. سلمني كل حاجة وسيبني أدبرها. أنا مش بسمع طلبتك، أنا كمان بشتغل عشان أوصل بيك للخير اللي أنا شايفه ليك. يمكن أنت مش شايف أي تغيير، لكن ده مش معناه إن مفيش حاجة بتحصل. في حاجات كتير بتحصل بعيد عن عينيك، وأنا برتبها خطوة بخطوة. امشي ورايا من غير خوف، وما تفضلش تسأل طول الوقت امتى وازاي. ثق فيا، انا عارف الطريق وعارف نهايته. لو سلمت حياتك في ايديا تكتشف ان السلام ممكن يسكن قلبك حتى وسط اصعب الظروف. انا قادر اديك سلام في وقت القلق، وقوة وقت الضعف، ورجاء وقت الانتظار. وانا قادر اصنع معاك فوق اللي تطلبه او تتخيله. فما تحطش حدود لقدرتي بسبب الظروف اللي قدامك. انت شايف المشكلة، لكن انا شايف الحل. انت شايف الباب المقفول، لكن انا قادر افتح باب تاني. انت شايف النهاية، لكن انا قادر ابدأ معاك بداية جديدة. ما تقلقش من بكرة، بكرة مش بعيد عن عيني. وحياتك مش متروكة للصدفة. انا شايف وعارف احتياجك، وعارف امتى الوقت المناسب ان اغير الامور، والخير اللي مستنيه يمكن يكون اقرب مما تتخيل. يمكن انت دلوقتي مش قادر تصدق ان الايام هتتغير، لكن ما تفقدش رجائك. انا قادر اطيب جرحك، قادر أرجع لقلبك السلام، قادر أجبر بخاطرك بعد وقت طويل من الانتظار، وقادر أعوضك عن حاجات وجعتك وعن أيام حسيت فيها إنك لوحدك. أنا مش هسيب تعبك من غير تعويض. كل مرة هتحس فيها إنك خسرت، أنا قادر أطلع من الخسارة بداية جديدة. كل دمعة نزلت من عينيك أنا قادر أبدلها بفرحة. كل باب اتقفل أنا قادر أفتح قدامه طريق جديد. فخليك ثابت وما تستعجلش، وما تخليش طول الانتظار يخليك تفقد إيمانك. أنا شغال حتى لو أنت مش شايف. أنا بجهز لك فرحة في وقتها. يمكن النهاردة أنت مركز على الحاجة اللي فقدتها، لكن هيجي يوم وتبص وراك وتكتشف إن اللي فقدته كان بيفسح مكان لشيء أفضل. عشان كده ما تخافش، أنا معاك. سندي ليك مش هيتأخر، إيدي مش هتسيبك. ثق فيا حتى لو الطريق طويل. ثق فيا حتى لو الإجابة لسه ما جاتش. ثق فيا حتى لو مش فاهم أنا بعمل إيه، لأن اللي أنا شايفه الصورة الكاملة، وإنت شايف جزء صغير منها. وفي الوقت المناسب هتشوف الخير بعينيك. هتشوف إن الانتظار كان له معنى، وإن الصبر كان له ثمر، وإن كل حاجة كنت فاكر إنها ضاعت أنا كنت قادر أستخدمها عشان أوصلك لمكان أفضل.
فاطمن، الخير جاي والتعويض جاي والفرحة جاية. أنا مش هسيبك لوحدك في الطريق. خلي قلبك مطمن وسلم لي أمورك وكمل معايا، لأن مهما طال الليل الفجر له ميعاد، ومهما طال الانتظار الاستجابة ليها وقت، ومهما كانت التجربة كبيرة أنا قادر أخرجك منها. ما تقلقش وأنا معاك. مالك يا ابني؟ ليه شايل الهم في قلبك؟ ليه حاسس إن الدنيا غيمت في وشك وإن مفيش نور في الطريق؟ ليه لسه واقف مكانك ومش قادر تقوم من تعبك ومن ضعفك ومن كل اللي وجعك؟ أنا عارف إنك تعبت، وعارف إن في حاجات كسرتك، عارف إن أوقات كتير بتسأل نفسك هفضل كده لحد إمتى؟ بس ما تخليش اليأس يسيطر عليك، وما تصدقش إن مفيش أمل. قرب مني، سيب قلبك في إيديا. أنا فديك، أنا شلت عنك كتير، ومحبتي ليك عمرها ما اتغيرت. أنا شايف جروحك وعارف كل حاجة مخبيها جواك، حتى الكلام اللي مش قادر تقوله لحد أنا عارفه. بلمستي الشافية أقدر أهون عليك تعبك وأداوي قلبك وأرمم كل حاجة اتكسرت جواك. لكن محتاج منك حاجة واحدة، اصبر شوية. ما تستعجلش النتيجة، وما تفتكرش إن التأخير معناه إن ربنا نسيك. يمكن أنت مش شايف اللي بيحصل، لكن أنا بدبر أمورك بطريقة أنت لسه مش قادر تفهمها. خليك أقوى من خوفك، وخليك ثابت في إيمانك وثق فيا. طول ما أنت ماسك في إيديا مش هتفضل في الضلمة، هتشوف الفرح، هتشوف الخير، وهتعرف إن كل لحظة صعبة عشتها كان وراها تدبير. أنا سندك وقت ضعفك وقوتك لما تحس إنك مش قادر تكمل. ما تخافش، أنا معاك. اتبعني وتمسك بيا وهتلاقي راحة لقلبك بعد تعب طويل. ثق في محبتي وما تنساش أبدا إنك غالي عندي. أنا مش ببصلك من خلال أخطائك، ولا بحسب قيمتك على أساس اللي حصل في حياتك. أنا شايف قلبك، شايف محاولاتك، شايف كل مرة وقعت وقمت تاني. ولو انت خايف من المستقبل، افتكر ان ربنا بيهتم حتى بأصغر المخلوقات، فازاي مش هيهتم بيك؟ أنا بهتم بطيور السما وبزنابق الحقل وبكل حاجة من صنعي. فما تخافش على حياتك. أنا عارف احتياجك، عارف اللي ناقصك، عارف إمتى الوقت المناسب لكل حاجة. يمكن إجابتي تتأخر عليك، لكن عمرك ما تعتبر التأخير نسيان. يمكن تلاقي باب لسه مقفول قدامك، لكن ما تفتكرش إن مفيش باب تاني هيتفتح. أنا شايف الصورة كاملة، عارف إيه اللي بيحصل في حياتك، وثق إن في خير عظيم أنا بدبره ليك. مفيش حاجة صعبة عليا. الحاجة اللي انت شايفها مستحيلة أنا قادر أغيرها، والطريق اللي شايفه مقفول أقدر أفتح فيه طريق جديد مكان ما كنتش تتوقعه. أنا بحبك محبة أبدية، ومش هسيبك تتعب من غير تعويض. هيجي يوم تبص فيه لكل اللي فات وتقول دلوقتي فهمت ليه ربنا خلاني أستنى. فاطمن، لأن لكل حاجة في حياتك ميعاد، والكل طلب رفعته في صلاتك وقت مناسب للاستجابة. ما تستعجلش تدبيري، وما تخليش طول الانتظار يسرق منك سلامك. في وقت لفرحتك، وفي وقت التحقيق اللي بتتمناه، وفي وقت للأبواب اللي هتتفتح قدامك، وفي وقت للتعويض اللي هيجبر قلبك. لو مطرك اتأخر استنى بثقة وإيمان، وما تقومش من مكانك لمجرد إن السما لسه ممطرتش. استنى ميعاد المطر اللي أنا محدده ليك، لأن كل حاجة بتيجي في وقتها. استنى وعدي بإيمان، وافتكر إن بعطي بسخاء ومش بمنع الخير عن أولادي. آمين.